السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. في النسخة الجديدة من دوري الأبطال سيتم توزيع 40 مليون يورو كجوائز في النهائي الكبير، حيث سيحصل الفريق الذي سيتوج بطلاً للبطولة في نهائي 31 من مايو في ميونخ على مبلغ وقدره 25 مليون يورو، والمجد الأبدي بصفته الفائز بدوري أبطال أوروبا في صيغته الجديدة، إضافة إلى تذكرة للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي الذي سيقام في أوديني، إيطاليا، يوم 13 من أغسطس القادم، حيث سيحصل الفائز على 5 ملايين يورو إضافية كجائزة مقابل الانتصار. أما الفريق الآخر المتأهل للنهائي فسيحصل أيضا على مكافأة قدرها 4 ملايين يورو، وكذلك سيحصل الفائز في دوري أبطال أوروبا على تذكرة للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية. في السابق كان الفائز في دوري الأبطال يمنح 20 مليون يورو، والآن أصبح 25 مليون يورو. أما الطرف الخاسر فلن يخرج خالي الوفاض، إذ سيحصل وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الصيغة الجديدة على 15 مليون يورو.